صحيح. لذلك حصل عندنا كثير من الاستجوابات، ما في وزير إلا تم استجوابه. ولذلك نجد أن يعني من 2009 إلى الآن كم استجواب قدم؟ استجوابات عديدة كثير. فإذا أصبح المجلس دورة رقابي تماما وليس تشريعي، لأنه يريد أن يصلح ما أفسده من قام على الأمر. أدى ذلك إلى كثرة الاستجوابات. هذه الاستجوابات دخلت في خضم الهجوم الشرس على الوزراء من قبل النواب، أدى كذلك إلى صراع دائم تحت قبة البرلمان، حتى ظهر عندنا سلوك يخرج عن نطاق الأدب والعرف الكويتي الأصيل. نعم. فأصبح التجريح، أصبح الهجوم الشخصاني، أصبحت استجوابات شخصانية. إذن أين هي من التنمية؟ ثم بعد ذلك تعطل جلسات المجلس، فأصبحت الحكومة يعني تتهرب من يعني المواجهة، خوف بعض الوزراء وعدم حضورهم الجلسات. نعم. استقالة بعض الوزراء وخاصة من أبناء الأسرة. نعم. أدى ذلك إلى استقالة الحكومة، ترتب على ذلك صراع خارجي خارج قبة البرلمان، وانتقل إلى الشارع، وسعى النواب أو بعض النواب إلى إشراك القواعد الجماهيرية وإخراجهم وتجمهرهم، ثم أدى ذلك إلى انفلات وخروج عن العرف السائد، سواء كان في الأدب، أدب الحوار أو أدب النقد، أو سواء كان في أدب التعبير. نعم. إذن هذا الحراك السياسي كان له هذه التداعيات. جاء صاحب السمو ففصل هذا الأمر، قبل استقالة الحكومة نحى رئيس الوزراء السابق وعين رئيس الوزراء التوتر راح يوقف لهذا الحل. تمام دكتور. أدى ذلك كذلك إلى حل مجلس الأمة.